أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. أحسن الله لكم العزاء بذكرى استشهاد سيدنا وإمامنا الإمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لإمامنا عدة أدوار في مواجهة الظلم والفساد والانحراف الذي كان في زمانه، خصوصا في أيام حكم الله رشيد العباسي. فقد اعتمد الإمام عليه السلام عدة أساليب في مواجهة ذلك الظلم والفساد. المنهج الأول الذي اعتمده الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو منهج المواجهة المباشرة مع الحاكم في زمانه، ونقل لنا التاريخ عدة مواقف كانت بين الإمام عليه السلام وحكام زمانه سيما اللا رشيد العباسي. فقد دخل الإمام عليه السلام ذات يوم على هارون اللا رشيد وقال له هارون: ما هذه الدار؟ متبجحا بقصره وحاشيته وخدمه. قال: ما هذه الدار؟ فقال الإمام عليه السلام: هذه دار الفاسقين. قال الله تعالى: سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. قال: فدار من هذه؟ فقال: هي لشيعتنا فترة ولغيرهم فتنة. قال: فما بال صاحب الدار لا يأخذها؟ قال: أخذت منه عامرة فلا يأخذها إلا معمورة. فقال: أين شيعتك؟ فقرأ الإمام عليه السلام قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. فقال هارون: أفنحن كفار؟ قال: لا، ولكن كما قال تعالى: الذين أحلوا قومهم دار البوار. فاستشاط هارون غضبا على الإمام عليه السلام. ومن المواقف الأخرى التي تنبئ عن شجاعة إمامنا صلوات الله عليه، والتي تنبئ عن البعد الرسالي الذي كان يتحرك فيه الإمام، في رمزية فدك التي اغتصبها الظالمون من الصديقة الزهراء عليها السلام. فألح هارون على الإمام أن يحد له حدود فدك، زاعما إرجاع فدك لأهلها الحقيقيين ويمثلهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. فكان الإمام يعتذر فألح عليه هارون، قال: أذكر لك حدود فدك بشرط أن تعطيني كلمة بأنه إذا قمت بذكر حدود فدك تقوم بإرجاعها. فتعهد هارون بذلك. فقال الإمام: لها 4 حدود. الحد الأول عدن، والحد الثاني سمرقند، والحد الثالث إفريقيا، والحد الرابع سيف البحر مما يلي جزر القمر وغيرها من المناطق. فقال هارون: فلم يبق لنا شيء، تعال وتحول إلى مجلسي. ويقول المؤرخون: بعد ذلك عزم هارون على قتل الإمام صلوات الله وسلامه عليه، لما علم أن رؤية أهل البيت تجاه فدك هو الإمامة والخلافة وكل ما يملكه الظالمون. المنهج الآخر الذي اعتمده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو توعية الجماهير المؤمنة بولاية أهل البيت عليهم السلام بضرورة مقاطعة حكم الظالمين العباسيين الذين اعتمدوا الظلم والجور وسيلة لتوطيد سلطانهم. فهذا صفوان الجمال الصحابي الجليل لأئمة أهل البيت عليهم السلام، قال له الإمام بما معناه: كل شيء منك حسن جميل ما خلا شيء واحد. قال: وما هو يا ابن رسول الله؟ قال: كراؤك جمالك لهذا الطاغية. فقال: ليس للهو واللعب وإنما لطريق الحج. قال: أتحب أن يخرج كراك إجرتك؟ قال: بلى. قال: إذن تحب بقاءهم حتى يخرج كراك؟ قال: نعم. قال: من أحب بقاءهم فهو معهم ومن كان معهم فهو إلى النار.
فقام صفوان الجمال ببيع تلك الجمال واعتزل العمل مع هارون. وهكذا كان إمامنا حديا في ذلك، حتى نقل أن خياطا كتب إلى الإمام عليه السلام يسأله، قال: سيدي، إن جند هارون يبعثون إلي بالأقمشة لكي أخيط لهم ملابس الجند، فهل أنا من أعوان الظلمة؟ فكتب إليه الإمام: أنت لست من أعوان الظلمة، أنت من الظلمة أنفسهم، ولكن من يبيعك الإبر والخيوط فهو من أعوان الظلمة. فكان المنهج الذي اعتمده الإمام ضرورة المقاطعة والمباينة مع هؤلاء الظالمين. المنهج الثالث الذي اعتمده إمامنا صلوات الله وسلامه عليه هو الاختراق والنفوذ في داخل الحكم العباسي لبعض الشخصيات. المسألة والقاعدة الأصلية هو المقاطعة، ولكن كان هنالك استثناء لبعض الشخصيات نفذوا في داخل البلاط العباسي حتى يمكن أن يأخذوا بزمام المبادرة في لحظة ما كان يخطط لها الإمام. المشهور الوزير علي بن يقطين، إلا أن التاريخ يذكر لنا أن مجموعة من الموالين كانوا يدينون بالولاء للإمام موسى بن جعفر كانوا وزراء في حكومات بني العباس. على سبيل المثال عبد الله بن سنان بن طريف، وهو من الأصحاب المعروفين عند الشيعة، وكذلك حفص بن غياث، والفضل بن سليمان الكاتب، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع الذي هو من صلحاء الطائفة وعلمائها المعروفين، وكذلك الحسن بن راشد. كل هؤلاء قد تولوا وتقلدوا مناصب عليا في دولة بني العباس بشكل سري، وكانوا يدينون بالولاء للإمام صلوات الله وسلامه عليه. ومن المواقف الطريفة والتي تعتبر المنهج الثالث للإمام وهو المنهج التربوي، كان يشترط على هؤلاء العمال أن يقضوا حوائج المؤمنين وأن يتعاملوا معهم بالرفق. فيروى أن الإمام عليه السلام في يوم من الأيام أراد علي بن يقطين أن يستأذن عليه فيدخل فيسلم على الإمام، فحجبه ورفضه الإمام عليه السلام. فلما سأل عن العلة قال له: لأنك حجبت أخاك إبراهيم الجمال. كان إبراهيم الجمال فقير الحال من الشيعة، قصد علي بن يقطين في حاجة يقال في منتصف الليل، فرده علي بن يقطين ووعده أن يقضي حاجته في يوم آخر، ولكن انكسر قلب ذلك الشيعي الفقير وهو إبراهيم الجمال، فالإمام حجب علي بن يقطين وقال: لا أرضى عنك ولا يرضى الله عنك حتى ترضي أخاك إبراهيم الجمال. وهذه رسالة لكل السياسيين والحكام الذين يدعون السير على منهج أهل البيت، كيف يتعاملوا مع الرعية. فقال الإمام عليه السلام: لا أرضى إلا أن يرضى عنك إبراهيم الجمال. وكان بين المكان الذي فيه علي بن يقطين مع الإمام وبين إبراهيم الجمال مسافة كبيرة، إذ اضطر الإمام أن يقيم المعجزة وأن يسهل الأمر لعلي بن يقطين ويذهب إلى دار إبراهيم الجمال. فلما سمع الخبر، هذا الرجل طيب ومؤمن ومتسامح، مباشرة قال: أنا أحللتك، أنا تنازلت عن حقي. فأصر عليه، لاحظوا، فأصر عليه علي بن يقطين أن يضع قدمه على خد علي بن يقطين. حاول أن يعتذر، قال: لابد أن تصنع هذا. يقول: فجعل إبراهيم الجمال قدمه على خد علي بن يقطين تواضعا له حتى يرضى ويرضى عنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا منهج مهم كان يعمل عليه إمامنا روحي له الفداء، ومنهج تربوي كان يعمل على إشاعة الفضيلة الأخلاقية، بعكس ما كان يعمل العباسيون من إشاعة الخمر والزنا والغناء والفاحشة وغيرها. فكان يدعو إلى مكارم الأخلاق، وأبرزها كظم الغيظ، وأبرزها قضاء حوائج المؤمنين
من الأعمال والقربات التي تدخل السرور على قلب إمامنا الكاظم عليه السلام. من يريد في مثل هذه الأيام، أيام الإمام الكاظم، أن يدخل السرور على قلبه فليقضي حاجة أخيه المؤمن. يروى أن شخصا من أهل الأهواز أو المناطق القريبة منها يقول: ثقلت علي الديون والضرائب، فقيل لي أن الوالي من الشيعة، ولكني لم أستطع التأكد من ذلك، فصرت أخير نفسي إذا ذهبت إليه فلعله ناصبي وأقول له أنا شيعي فتقع المصيبة، وإذا بقيت يطالبني بالديون والضرائب الكبيرة، فقلت أهرب إلى الله، إلى بيت الله الحرام، ومن هناك دخلت على مولاي الصابر الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. يقول: فشكوت له الحال. يقول: فأخرج رقعة وكتب فيها عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله تحت ظل عرشه ظلا لا يظل فيه إلا من أسدى إلى أخيه معروفا أو نفس عنه كربة أو أدخل السرور على قلبه، وهذا أخوك والسلام. يقول هذا الرجل: فأخذت تلك الرقعة وعدت إلى داري وذهبت إلى ذلك الوالي الذي هو من شيعة الإمام عليه السلام. يقول: فأسقط عني جميع الديون وقاسمني أمواله وممتلكاته وزاد على ذلك، وفي كل مرة يقول: يا أخي هل سررتك؟ فأقول نعم. يقول: هل رضيت؟ أقول نعم وزدت على الرضا. يقول هذا الرجل: قلت في العام القابل سأذهب وأخبر الإمام عليه السلام. الإمام كان في المدينة. يقول: فذهبت إلى الحج وذهبت إلى المدينة إلى الإمام وكنت مبتسما، فقال: أرى على وجهك الرضا. قلت: سيدي ببركتك. هكذا صنع معي هذا الرجل. فيقول الإمام: ابتسم ابتسامة فرح وسرور، فقلت: سيدي أسرك هذا؟ قال: إي والله لقد سرني هذا، وسر جدي أمير المؤمنين، وسر جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، وسر الله في عرشه. فمن أراد أن يدخل السرور على قلب إمامنا الكاظم عليه السلام وعلى قلوب المعصومين أجمع فليعمل على قضاء حوائج المؤمنين. إضافة إلى دور آخر نختم به كان يقوم به إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، ومنهج مهم، هو المنهج الفكري والعقائدي في مواجهة العقائد المنحرفة التي عمل الظالمون على صناعتها في المجتمع، كعقيدة الغلو وعقيدة التفويض وغيرها من العقائد المنحرفة. فقد تخرج من مدرسة الإمام ما يزيد على 317 من العلماء الذين ألفوا الكتب الكثيرة في مجال تفسير القرآن وفي علم الكلام والفقه وغيرها من العلوم الكبيرة. وكان إمامنا صلوات الله عليه رائد ومجدد تلك المدرسة التي أسسها إمامنا الإمام الصادق عليه السلام. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وآخر دعوانا أن الحمد لله، وصلى الله على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.